20 سنة من أصل المندي في مصر، يعني حضرموت شيخ المندي وفرع المهندسين اللي مكسر الدنيا بقاله 20 سنة بالصواني الخطيرة اللي هم بيعملوها، بكل الصواني اللي تخطر على بالك وأي كمية أنت عايزها هتلاقيها. احنا النهارده في ميدان حضرموت شيخ المندي وجايين نجرب من عندهم الصواني الجديدة، يلا بينا. فلو عندك عزومة كبيرة أو أي مناسبة فحضرموت شيخ المندي أبسط حل للموضوع ده، وهم دلوقتي عاملين خصم على صواني الدليفري بتوصل ل 2000 جنيه. أول ما دخلت المكان من جوه لقيته كبير ما شاء الله، بصيت على المنيو لقيت فيه صواني كتير عليها خصم فاخترت منهم صينيتين. بدأت بأول صينية وكان اسمها صيادين الأكل، وبيكون فيها تمن تيس وكمان كيلو ممبار ومعاهم نص كيلو سجق ونص كيلو طرب و3 فرد حمام ومعاهم كمان نص كيلو كفتة و2 كيلو رز بسمتي. المندي عندهم يا جماعة اللهم صل على النبي حاجة كده دايبة دوبان فظيع، وبجد حضرموت شيخ المندي من أحلى الأماكن اللي أنا بحب أجرب من عندها المندي. جربت كمان الحمام اللي كان في الصينية، الرز بتاعه كان مفلفل أو متبهر. دخلت بعد كده على الطرب عندهم المنديل بتاعه كان ممتاز، المنديل اللي ملفوف على الكفتة كان طعمه خطير قوي. عجبني الطرب قوي عندهم، كله بيجرب الكفتة بالطحينة بس أنا حبيت أجربها بالدقوس، كان طعمها خطير جدا. وطالما جربتها بالدقوس يبقى لازم أجربها بالطحينة، فكانت طعمها عالمي قوي قوي قوي. ندخل بقى على السجق المشوي. دايما كنت بخاف أجرب السجق من بره بس هم عندهم جزارة خاصة بيهم. دي بقى الصينية التانية اللي نزلت لي وهي ديت صينية الأصيل، بتبقى عبارة عن 6 فرد حمام ومعاهم كمان فرخة ونص مندي وكمان كيلو ممبار زي ما انتم شايفين، ومش بس كده كمان نص كيلو كفتة ونص كبدة مشوية ونص سجق ونص طرب وكمان معاهم 3 كيلو رز. جربت أول حاجة الكبدة المشوية وبصراحة عجبتني جدا. الفراخ المندي عندهم دايبة دوبان فظيع زي ما انتم شايفين كده، وكمان الفراخ نضيفة من جوه ما فيهاش أي ريحة زفارة خالص. دي أكتر حاجة بقى كنت منتظرها وبحب أعملها جدا، أقوم منزل الدقوس على الرز البسمتي وأقلب كده وأقوم واخد لي معلقة، وبجد الرز البسمتي مع الدقوس بيبقى في حتة تانية بجد. وهم عاملين عرض جامد جدا اسمه عرض بابا المجال، 3 طواجن سعرهم 650 جنيه، واي حد هيروح بالفيديو دوت ويقول لهم انا جاي من طرف ابو حميد هياخد العرض ده. 2 ملوخيه زي ما انتم شايفين كده، وطاجن كبير جدا باميه باللحمه، وبجد اللحمه اللي كانت مع الطاجن دي كان طعمها خطير. وكمان معاهم طاجن لحمه بالبصل اللي هو طاجن تورلي، ومعاهم كمان طبق ممبار فري و2 رز. وهسيب لكم الهوت لاين بتاع حضرموت شيخ المندي عشان لو انتم عايزين تطلبوا صواني دليفري، وكمان متاح التوصيل دليفري لكل القاهره وكل منطقه الجيزه.